قبل ما نطلع الهوا بوقت قصير عرفنا انه دكتور عصام العريان قدم استقالته من الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية. هو مستشار للرئيس، والفترة اللي فاتت دار كلام كتير جدا، استقال ما استقالش، خرج ما خرجش، انما على صفحته مكتوب الخبر انه اعلن استقالته. والحقيقه لعدم ثقتنا في كتير من المعلومات اللي ممكن تكون على الانترنت وواجبنا الاعلامي، احنا تواصلنا مع دكتور عصام العريان وتاكدنا من الخبر، وهو قال كل ما عندي لاقوله على صفحتي في الفيسبوك، وبالتالي ما فيش اي لبس. بيقول دكتور عصام العريان قدم استقالته من الهيئه الاستشاريه للرئاسه المصريه، وفي بيانه قال: اتفقت مع مكتب الرئيس اليوم أن يتم إعفائي من الهيئة الاستشارية بسبب انشغالي الشديد بمهمتي كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ولتضارب المصالح بعد إقرار الدستور الجديد، حيث لا يجوز أن أجمع بين موقعين، أحدهما في سلطة التشريع والآخر في السلطة التنفيذية. أتمنى أن يتفهم السيد الرئيس ذلك وأن يستجيب لطلبي لإصراري عليه، مع خالص تمنياتي له بدوام التوفيق. دكتور عصام العريان زي ما تواصلنا معاه قال كل اللي عندي أنا قلته على صفحتي، وهو بيقول إنه استقال عشان ما يحصلش تضارب ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. طيب، اللي احنا عرفناه مش من دكتور عصام العريان، من بعض المصادر الإخوانية، إنه طلب من دكتور عصام العريان الاستقالة. مش مؤكد ليه، ربما يمكن بسبب تصريحاته عن اليهود وعودة اليهود، ربما لمشاركته النشطة جدا في الفضاء الإلكتروني اللي بيتطلب كل شوية تصريحات إما من الرئاسة أو من الخارجية إنها تقول دي تصريحات تخص الدكتور عصام العريان، يعني تصريحات لا تمثل مؤسسة الرئاسة ولا تمثل حزب الحرية والعدالة، ما نعرفش. إنما في الكواليس في حديث عن مشاركته الدائمة أو نشاط دكتور عصام العريان في التعليق والتواصل عبر الإنترنت عبر صفحته، وتحديدا بعض التصريحات الأخيرة اللي سببت لغط وكان في نوع من ردود الأفعال المتضاربة حولها. ويمكن مصدرنا بيقول احنا فين والانتخابات فين، ده لسه الانتخابات هتتعمل ولسه يبقى في مجلس تشريعي، يعني في نوع من تأكيد وجهة نظر هذا المصدر. إنما اللي عندنا بشكل مؤكد هو استقالة طلبها دكتور عصام العريان، وقال في صفحته ده، وقال أسبابه، وأكد أن هذه الاستقالة صحيحة وواضحة لعدم تضارب المصالح. دي أول حاجة. بالنسبة لجبهة الإنقاذ فهي في حالة نشاط بسبب الانتخابات، في اجتماعات وفي مشاورات. النهاردة كان في اجتماع لجبهة الإنقاذ، حضروا قيادات سياسية مهمة، حضروا دكتور محمد البرادعي، حضروا دكتور السيد البدوي، حضروا عمرو موسى، حضروا حمدين صباحي، حضروا دكتور محمد أبو الغار. كلهم كانوا موجودين واحنا صورنا هناك. إنما الجدير بالذكر إنه ما بين الأمس واليوم في كلام كتير عن بدء التفاوض أو التشاور أو مد جسور التعاون مع دكتور عبد المنعم أبو فتوح. في ناس تقول ان في اتفاق حصل، وده بسبب زياره دكتور محمد البرادعي له في التجمع الخامس، زاره في مقره في التجمع الخامس. السبب الرئيسي هو زياره اجتماعيه للاطمئنان على صحته بعد العمليه اللي عملها في امريكا. انما اللي بيتقال انه كان في حديث جاد عن انضمام دكتور عبد المنعم ابو الفتوح في تحالف انتخابي كلهم ينزلوا بيه في انتخابات مجلس الشعب القادمه. إنما ما فيش تأكيدات صارمة عن فكرة انضمام دكتور عبد المنعم حتى هذه اللحظة. الجميع متمسك بوجوده داخل الجبهة بغض النظر عن عدد المقاعد التي ممكن أن يأخذها الحزب. يعني مش هنبص الوفد هياخد كم مقعد، في النهاية جبهة الإنقاذ هتاخد كم مقعد، مش هنبص لعدد المقاعد اللي ممكن يحصل عليها أي حزب. الجبهة ووحدتها والانتخابات ووقوفنا جميعا صفا واحدا داخل الجبهة، وألا نؤثر في الجبهة أبدا، كلنا فيها وسنظل صامدين فيها. يعني التعديل الوزاري ما قدمش حاجة للمصريين، أعتقد أنه مجرد إجراء داخلي في إطار نفس السياسات التي تحكم البلد ونفس الهيمنة لطرف واحد على القرار،
ونفس التفرد بالسلطه. 25 يناير دي احنا مع الشباب وداخلين مع الشباب عشان نحيي ذكرى 25 يناير والثوره المجيده. احتفال من جهه وتعبير عن احباط الى حد ما ان مطالب الثوره لم تتحقق بعد، انما دائما بنؤكد ان كل هذا يكون في اطار سلمي منظم. احنا متحملين مسؤوليه كبيره جدا من الشعب المصري، وكل واحد فينا مدرك انه لو يعني حاول ان هو يخلخل هذه الجبهه مش هتبقى صورته هو نفسه صوره جيده. احنا مصممين ان احنا نواصل محاوله اعاده الشرعيه الى البلد. التصريحات الرسمية ممكن اختصارها في التالي: التأكيد على التحالف في انتخابات مجلس الشعب القادمة، التأكيد على، وزي ما قال الدكتور البرادعي، نازلين يوم 25 في احتفال منظم، بما أن الثورة ما حققتش مطالبها نازلين نأكد على مطالب الثورة. إذن التأكيد على الاحتشاد يوم 25 يناير القادم إحياء للذكرى الثانية للثورة. بعد الفاصل هنسأل عن تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق اللي المفروض يروح النيابة.